كونِك إن أنتِ تتعلمي تعملي الحاجة الغالية تعمليها في البيت وتوفّري، فده في حد ذاته قمة التوفير. إحنا النهارده هنعمل التركيبة الأصلية لزيت السيرم. زيت السيرم التركيبة الأصلية ليه، بنفس الزيوت اللي بيتم استخدامها في الشركة. هنستخدم هنا فيتامين إي، هنستخدم زيت جوز الهند، كلها زيوت فريش. هنستخدم المادة الكيماوية اللي هتسيح لِك كل الزيوت دي مع بعضها. وهتخلطهم وتجانسهم مع بعض. هنستخدم الريحة، هنستخدم حبة البركة، زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت الجوجوبا، هنستخدم زيت عباد الشمس أو دوار الشمس. دي التركيبة الأصلية، وكمان المادة الكيماوية اللي هتخلي كل الزيوت دي متجانسة مع بعض، زي اللي انت بتشتريه من الصيدلية. اللي خلاني أعمله إن أنا الزيت اللي متعودة عليه هوب لقيته نط بقى كام ملي يا ربي، عاملين 840 جنيه. طبعا انا مش قادرة اوصف مدى الغلا ده ايه. بس احنا كستات شاطرين في قلب البيت لازم نتعلم نعمل الحاجة الغالية، نوفر وندبر ونعملها في قلب البيت. زودي في التركيبة او قللي منها او غيري فيها، بس لازم تستخدمي المادة الكيماوية اللي هتخلي كل الزيوت دي متجانسة. هقولك المقادير بالظبط وأسماء الحاجات اللي تم حطها. هنا هنستخدم زيت الزيتون، هنحط 200 جرام من زيت الزيتون. 200 جرام من زيت الزيتون هننزل عليهم ب50 جرام من زيت جوز الهند. كل الزيوت اللي أنا استخدمتها فريش، لسه جايباها، ما عدا زيت حبة البركة. ما هو من التوفير ان ما يبقاش عندي واروح اشتري، بس للأسف كان عندي بقاله فترة يعني داخلة على سنة، فلونه غمق شوية. ولما سألت قالولي مش مشكلة، ده كده عتق وبقى أحلى، بس لونه متغير. قالوا مش مشكلة، وأنا قلت مش مشكلة اللون بصراحة، أنا عايزة أوفر وعايزة أحصل على نتيجة كويسة، مش هيهمني اللون. هنا حطيت 50 جرام من زيت جوز الهند، هننزل عليهم ب100 جرام من زيت الخروع. الزيوت دي بيطلق عليها اسم الزيوت الحارة، زيت جوز الهند، زيت الخروع، وكمان زيت الزيتون. هننزل عليهم بقى هنا ب50 جرام من زيت حبة البركة. ودوت اللي بقاله سنة، شايفة غامق ازاي، شايفة اساسا شكل الازازة بقاله فترة طويلة عندي. فلونه انت لما تيجي تشتريه هيبقى لونه شفاف، فمش هيديك اللون الداكن ده. هننزل عليهم بزيت الجوجوبا، وزيت الجوجوبا هنا 100 جرام من زيت الجوجوبا. 100 جرام من زيت الجوجوبا، كل حاجة بالمقادير. هننزل عليهم ب600 جرام من عباد الشمس، زيت عباد الشمس أو دوار الشمس أيا كان. يبقى الزيوت اللي استخدمناها زيت الزيتون 200 جرام، جوز الهند 50 جرام، الجوجوبا 100 جرام، زيت الخروع 100 جرام، دوار الشمس استخدمنا منه 600 جرام، حبة البركة 50 جرام. هنبتدي هنا بقى نحط الفيتامين بتاعنا والريحة، ولسه المادة الكيماوية. المادة الكيماوية اللي احنا هنستخدمها هي اللي هتعمل على إدابة وتجانس الزيوت دي كلها مع بعضها، ودي مهمة جدا. اسمها مادة إيزوبروبيل ميرستات، هنحط منها 200 جرام. اقولها تاني، ايزوبريميل ميرستات. انا قعدت حفظتها زي جدول الضرب بس اسمها طويل وعريض قوي بصراحة، بس ادتني نتيجة هايلة. يعني انا لما بحط الزيوت لقيت كل زيت منفصل، هي دي المادة اللي هتخليهم كلهم يتجانسوا ويبقى حاجة واحدة وزيت واحد. زيت السيرم اللي احنا بنشتريه من الصيدلية او من الهيابر الكبيرة، بنروح نجيبه من هايبر وكارفور وفتح الله، وبندفع فيه كتير. تبع على ايه؟ ادي التركيبة الاصلية ما بين ايديكي. حطي بقى كده وزوديه كده فيتامينات للولاد. هنبتدي نحط له 3 جرام من فيتامين اي. طبعا انا جايبه الشريط من الصيدليه، هاخد منه 3 4 حبايات وهحطهم، وبقى كده حطينا 3 جرام من فيتامين اي. ممكن تقري على النت بقى فوائد كل نوع من الزيوت دي.
يعني طبعا زيت حبة البركة ده بيقوي المناعة. زيت الجوجوبا بينمي البصيلات بتاعة الشعر. فانت ممكن تستفيدي بقى من على النت بمدى فوائد الزيوت اللي انت اخترتيها وحطيتيها. بجد يا جماعة، وفري ودبري واعمليه في قلب البيت. هنبتدي بقى بعد ما نحط الريحة بتاعتنا، اختاري الريحة اللي على مزاجك، اللي على كيفك، اللي ولادك بيحبوها. انتي اللي بتعملي التركيبة اللي احنا عملناها دي هتملنا كيلو ونص. تتخيلي بالاسعار البسيطة دي انتي عملتي كيلو ونص سيرم في قلب البيت. عملتي كيلو ونص سيرم، جمال وحلاوة ونقاء ولمعة للشعر وغذا للشعر. انتي كماما انتي اللي عاملاه في قلب البيت لولادك. بصي بقى 3 غطيان ومش هخلي ريحته جبارة. ما شاء الله. ابتدي بقى قلبيه كده كويس. اللون الغامق سيكا دوت نتيجة لحبة البركة، لكن انتي لما هتجيبيها حبة البركة لونها شفاف، يعني لونها شبه اللون بتاع زيت الزيتون كده. ولما هتحطي المادة الكيماوية، بص انا بوريكي الازازة عاملة ازاي. بقالها كتير بصراحة، بقالها كتير، دي بقى داخلة على سنة. بس انا بصراحة لما لقيتهم بيقولوا ان هي كل ما قعدت كل ما بقت احسن، طبعا استخدمتها. يعني مش هيبقى عندي حاجة ليها فايدة وهرميها. فبالتالي قلت مش مشكلة اللون الاحمرار. فيه سيرم على فكرة بيبقى لونه محمر سيكا كده. كده كده لما هنعبيها هيبقى اللون بتاعها كده مدي زي اللون الوردي. بصي بجد يا جماعة خطير، ريحته نفاذة جميل جدا. هنبتدي بقى نجيب هنا كده ازايز بتاعتنا، ونجيب القمع ونبتدي نملى. عملنا كيلو ونص سيرم في قلب البيت. كيلو ونص سيرم ما كلفناش اي حاجة، كلام فاضي. لما تلاقيه، لما اسأل على واحدة عاملة كام ملي تبقى عاملة 800. بصي لونه، بصي جميل ازاي. ما شاء الله، بجد بجد خطير. بذمتك ما استاهلش اشتراك؟ ما استاهلش ان انتي تعملي لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايميل بسيوني؟ بصي جميل جدا بجد. املي بيتي خير، ما تشتروش من بره. ما شاء الله تبارك الله. دي تعتبر اصغر ازازة انا هملاها. انا لسه هاملة ازازة كبيرة وهاملة جيركن كمان دلوقتي. ما شاء الله تبارك الله. بجد بجد التركيبة الأصلية للسيرم وعن تجربة، وكلها زيوت جميلة. بس أهم حاجة المادة الكيميائية. وأنا هكتبلك المادة الكيميائية دي عشان لما تيجي تتفرجي انقليها بسرعة، عشان لما تيجي تطلبيها من محلات بيع المواد الكيميائية. ما شاء الله بجد تركيبة خطيرة خطيرة. بتدي زهاوة كده، وتلاقي الشعر بتاعك بقى براق، وبتساعد على نمو الشعر بتاعك. بصي هجيب الإزازة الكبيرة بتاعتي وهبتدي أملاها كيلو ونص من زيت السيرم للولاد في قلب البيت، ولا إنكيش تشتريه من بره. بصي بقى ازاي خطير خطير، براق وجميل وريحته جميلة. اختاري الريحة اللي انت عايزاها، اللي انت عايزاها حطيها للولاد. لسه بقى الفيديوهات اللي جاية هشهيصك بقى من الفيديوهات اللي فيها توفير، وكلها حاجات غالية جدا احنا بنجيبها. بس انا بدرس التركيبة الاول قبل ما انا اقولها لك، واجربها الاول قبل ما انا اقولها لك، عشان اكون صادقة وامينة في الحاجة اللي انا بديها لك. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بجد بجد تركيبة موفرة جدا وجميلة جدا. اعمليها وانفعي ولادك. انا حبيت انفعك واقول لك على التركيبة ديت. ما شاء الله انا مش محتاجة منك غير الدعوة الحلوة ولايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايميل بسيوني. بجد تركيبة هايلة 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 هايلة. هي ده السيرم الاصلي اللي احنا بنروح نشتريه بمبالغ كبيرة. اسيبك في حفظ الله، والسلام عليكم.